النهاردة بقى بإذن الله هنعمل الملبن او الحلقوم، بس بطريقة حلوة جدا. خدوا بالكم انا جايه لكم من المستقبل عشان جربت وصفات كتير، ولكن هي الحمد لله دي انجح طريقة ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. الاول عايزة اسلم عليكم واقول لكم ازيك حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني. انا فعلا بقالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات، ولكن انا عندي تعبانة واخدة برد، حتى مش قادرة اتكلم، باين حتى على صوتي. فسموا الله وصلى على الرسول وتعالوا شوفوا هنعمل الملبن. هجيب صينية او طاسة واحط كوباية وربع من السكر، كوباية وربع من المية، نص عصير ليمونة، معلقة من عسل الجلوكوز اختياري، ممكن نستبدلها بعسل النحل لو متوفر، ولكن لو مفيش ده او ده مفيش مشكلة. حطيت عليهم معلقة من مية الورد. عندي كوباية من النشا بدوبها في كوباية من المية، ولما الخليط يوصل معايا للشكل ده هنزل بالنشا والمية بالتدريج، وطبعا ايدي فيه باستمرار. انا هنا هديت النار خالص وبدأت اقلب فيه. لما النشا يمسك نفسه كده بضيف عليه معلقة من الزبدة او السمنة المتوفر عندكم حطوه، ولكن الافضل انكم تحطوا زبدة عشان وكمان ما يكونش ليها طعم، عشان ما يبانش خالص في الملح. طبعا ايدي شغالة باستمرار بقلب، والنار زي ما وريتها لكم كده تكون شمعة كده، والحاجة اللي بنعمل فيها تكون سميكة وما بتلزقش الاتنين. طبعا لما حطيت معلقة الزبدة دي لمت معايا الملبن كله. هحط لون، انا بزود اللون بالتدريج يعني عشان اوصل للون اللي انا عايزاه، لون غذائي بتاع طعام، ده صحي مفيهوش اي حاجة. بعد كده بنزل بكوباية من السكر، ولكن بنزل بيها بالتدريج، يعني بحط نص وبعدين برجع اقلب لغاية ما يختفي كده. انزلوا بيها على 5 6 مرات كده لغاية ما تتأكدوا ان كل حبيبات السكر دابت. انا سبت الملبن في المرحلة دي قبل ما احط السوداني او المكسرات، سبته 45 دقيقة، من وقت للتاني بقلب فيه، والنار زي ما قلت لكم تكون هادية جدا عشان يستوي معاكم. ما في ناس بقى بتقول ان احنا نسيبه ربع ساعة بس، لا مش هيبقى طعم النشا باين فيه. في اي بلاستيكة عندك او حاجة ما بتلزقش بحط فيها معلقة من الزيت، و يعني بتنها كويس كده، وبفرد فيها بقى الملبن اللي معايا. انا طبعا هنا ما حطيتش جيلاتين، هوزع الملبن كويس، وانا حطيته في التلاجة ساعتين، ما استعجلت يعني عشان التصوير والكلام ده. ممكن تسيبوه بقى يعني من بالليل وتقطعوه. قطعوه بقى التقطيعة اللي تناسبكم، التقطيعة المناسبة ليه قطعوها. بالمناسبة الحلوة دي ما ننسوش ان احنا نصلي على النبي في الكومنتات ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. وبالمناسبة اللطيفة دي تحكوا لأولادكم قصة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنا اول ما اشترينا حلاوة، انا الاول اشتريتها، بس لما عملت في البيت قالوا لي ايه يا ماما ده بمناسبة ايه؟ قلت لهم ده مولد النبي. قعدوا يقولوا لي يعني عيد ميلاده، وحكت لهم بقى قصته. فانتوا كمان احكوا لأولادكم قصة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا الملبن عايزه اقول لكم ان هو طعمه حلو جدا، وانا جربت والله وصفات كتير، ولكن دي هي اكتر واحده نفعت معايا يعني وكانت مظبوطه. قدموه بقى ان شاء الله يعجبكم ويعجب ولادكم، صحتين والف هنا يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير. كنت معاكم زهرة الماس، اشوفكم على خير، مع السلامه.